صباح الخير عليكم. أنا آية، ودي قناتي هتكلم فيها عن علم النفس وعن الوعي الذاتي. النهاردة 2/10/2025. يلا بينا مع بعض نبدأ أول فيديو هكلمكم فيه عن أهمية الوعي الذاتي وإزاي إن احنا نقدر ننمي وعينا الذاتي بنفسنا. هديكوا 5 طرق فعالة تقدروا تعملوها عن تزود الوعي الذاتي عندكم، وكمان هديكم مواقف حصلت لناس ما كانش عندها وعي ذاتي وازاي الوعي الذاتي فرق معاهم في حياتهم. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله. الأول حابة أتكلم عن أهمية الوعي الذاتي وليه أنا اخترت الموضوع ده بالذات علشان أتكلم فيه. أنا بلاحظ إن احنا في بلادنا العربية ما عندناش اهتمام كبير بفكرة الوعي الذاتي أو فكرة الأنا أو الإيجو الطبيعي اللي المفروض يكون عند الإنسان. دايما بنحس الإنسان إن هو ياخد باله من الآخرين لكن ما ياخدش باله من نفسه. وهنا يجي دور الوعي الذاتي، ان كل واحد فينا لازم يكون عنده وعي بنفسه وبدواخله وبمشاعره وكمان بأفكاره. طيب خلينا نعرف في الأول يعني ايه وعي ذاتي. الوعي الذاتي هو ان انا افصل نفسي عن الافكار اللي جوايا واشوفها كده من بره، اقدر ان انا ابص عليها واقدر ان انا افهم ايه بالظبط الافكار اللي بتدور جوايا. طيب ليه الوعي الذاتي ده مهم؟ اول حاجة الوعي الذاتي بيساعدنا فيها هو ان احنا نفهم نفسنا كويس ومشاعرنا. مهم طبعا ان كل انسان يفهم نفسه وافكاره ومشاعره، لان ده بيساعده ان هو طبعا يوصل لنسخة احسن من نفسه. ومهم كمان الوعي الذاتي لما احنا بنقدر نفهم نفسنا وافكارنا ومشاعرنا، ده بيحسن علاقتنا بالاخرين وبينعكس عليهم. فبلاقي ان انا نفسيتي بقت احسن، شخصيتي بتتطور، علاقاتي بالاخرين بقت احسن. وفي اخر حاجة كمان اني اقدر اشتغل بكفاءة اكبر، سواء عن طريق ان انا اعرف المكان المناسب اللي المفروض انا اكون فيه او اشتغل فيه، او عن طريق ان انا احسن من نفسي في المكان اللي انا موجود فيه اصلا. طيب نبدأ ايه هي الطرق الفعالة اللي بتساعدنا ان احنا ننمي الوعي الذاتي عندنا اول طريقة هي حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا، هي ان احنا نكتب المذكرات بتاعتنا بشكل شبه يومي، بشكل يومي طبعا يفضل، او بشكل شبه يومي. ان انا اعمل نوت بوك عندي بتاعتي بكتب فيها مذكراتي وافكاري والمواقف اللي حصلت معايا كل يوم، علشان ده اولا هيعمل لي تفريغ لاي حاجة مكبوتة جوايا، ثانيا هيخليني ابقى فاهم كويس ايه الافكار اللي جوه هنا. طيب ليه ده مهم ان انا اكتب الحاجات ديت على ورق، او لو حد مثلا بيحب ان هو يسجلها في ريكورد، بس انا بفضل الكتابة على الورق لان معالجة المخ للافكار بتختلف لما انا بسجلها مثلا في ريكورد، او ان انا اكتبها على ورقة وارجع اقراها تاني. ده بيساعد مخي ان هو يعالجها بشكل احسن. احيانا لو عندي مشكلة ممكن ان انا ابدا ان انا اكتبها في نوت بوك، يبدا مخي بعدها يلاقي حلول لان هو شافها مكتوبة على ورق. طيب ايه تاني حاجة اقدر اعملها انمي بيها الوعي الذاتي؟ تاني حاجة هو التأمل، او ان انا اخد وقت مستقطع كل فترة بشكل دوري، سواء كل يوم او كل اسبوع، ان انا بقعد مع نفسي وافكر في نفسي، افكر في اي حاجة خاصة بنفسي، مشاعري، افكاري، احلامي، طموحاتي، الحاجات اللي انا حققتها والحاجات اللي لسه ما حققتهاش، الحاجات اللي انا يعني ناوي ان انا اعملها والحاجات اللي انا ما قدرتش اعملها. من وقت للتاني ده بيخلي يعني جسمك يرتاح، وبيخلي كمان مخك يرتاح من الافكار اللي هي بتيجي مشتتة كده في نص اليوم. يعني بتلاقي واحد مثلا في الشغل بس في افكار متزاحمة جدا جوه دماغه، فمش قادر يركز في اي حاجة. فان انا اقعد مع نفسي من وقت للتاني ده بيساعدني جدا ان انا افرغ الشحنات اللي عندي دي، وان انا ابقى فكرت في نفسي ونفسي ليها حق عليا. فطبعا يعني ان لنفسك عليك حق. تالت حاجة اقدر اعملها انمي بيها الوعي الذاتي بتاعي هو ان انا اعيش اللحظة.
يعني ايه عايش اللحظة؟ يعني انا دلوقتي لو حد قاعد بيلعب مع اطفاله، ما يبقاش قاعد بقى بيلعب معاهم بيفكر في الشغل اللي عنده الصبح والحاجات اللي هيجيبها من السوبر ماركت بعد ما يخلص لا، انا بلعب مع اولادي، يعني بلعب معاهم، ما بعملش اي حاجة تانية. انا بتفرج على مسلسل في التلفزيون، فانا بتفرج على المسلسل في التلفزيون، مش قاعد بفكر في حاجة تانية او بعمل حاجة تانية، او ان انا اكون بعمل حاجتين مع بعض مثلا. ناس كتير بتعمل حاجتين مع بعض. طبعا مش بتكلم عن حاجة روتينية اصلا انت بتعملها من غير تفكير، لكن بتكلم ان انا مثلا في حاجة محتاجة مني تركيز، فبشغل حاجة تانية جنبي واعمل تزاحم افكار في دماغي، ان انا اركز في حاجة واحدة بس، اعيش اللحظة مع حاجة واحدة بس. انا مثلا قاعد على البحر، استمتع بالبحر، اشم ريحة البحر، اشم ريحة الهواء، احس برجلي وهي بتلمس الرمل. ده مهم جدا انه يخلي تبقى في مرحلة أعلى من مراحل الوعي الذاتي. طيب، رابع حاجة ممكن نعملها علشان تنمي الوعي الذاتي بتاعنا ايه؟ طبعا ديت مفاجأة لناس كتير، لكن هي انك احيانا لو عندك صديق مقرب او حد عايش معاك في البيت، او حد يعني بيشوفك باستمرار وعلاقتك بيه قريبة، انك تسأله هو شايفك ازاي. ليه ده بيبقى مهم وكمان مختلف؟ لان احيانا الناس اللي بيكونوا عايشين معانا ممكن يبقوا عارفين عننا حاجات احنا مش عارفينها عن نفسنا، بيبقى شايف مني تصرفات انا مش شايفها من نفسي، بيبقى ملاحظ حاجات انا برضو مش ملاحظها، بيبقى شاف مواقف كتير وملاحظات كتير وعنده هو فاهمها بس انت مش عارفها عن نفسك. فلما بتسأله هو يبدأ يقولك الحاجات دي، فتبدأ انت ايه ده، انا فعلا كده، انا فعلا في الموقف الفلاني عملت كده. انا يبدأ يحصل تعرف الجانب الاخر من نفسك اللي الناس اللي بره بتشوفه يعني. فاحنا احيانا بنحتاج ان حد يبص علينا من بعيد، او حد يبص علينا من بره. وده طبعا بينفع ان احنا نعمله عن طريق ان احنا نسأل صديق مقرب او حد عايش معانا في البيت او كده، او عن طريق ان انا بعتذر عن الدوشة، آه، او عن طريق ان احنا نروح لاخصائي نفسي او ثيرابيست، ويبدأ ان هو يتكلم معانا، وهو كمان هيقدر ان هو طبعا يشوفنا من بره. خامس حاجة نقدر نعملها ننمي بيها الوعي الذاتي هي اليوجا. طيب ليه اليوجا مهمة؟ عشان اليوجا من التمارين اللي بتخليك تحس بجسمك، تحس بجلدك لما يجي على الحاجات، بالشد اللي بيجي في عضلاتك، بتربط المخ مع الجسم. ربط المخ مع الجسم مهم، وبيعمل لنا وعي بجسمنا. طبعا الوعي بجسمنا كمان مهم، يعني مش بس ان انا هبقى عندي وعي ذاتي، فالوعي ده يبقى منحصر بس على دماغي او على قلبي اللي هو مشاعري، مش بس مشاعر وافكار، لكن كمان ان احنا نبقى عندنا وعي بجسمنا، ده كمان مهم. دول 5 طرق فعالة تقدر تساعدنا ان احنا ننمي الوعي الذاتي بتاعنا، ونبقى نسخة احسن من نفسنا. طيب تعالوا نحكي بقى مع بعض مواقف لناس حياتهم اتغيرت بعد الوعي الذاتي. خليني احكي لكم الاول عن واحد كان بيشتغل في شركة، وكان مطلوب منه يقدم تقارير ربع سنوية ونصف سنوية، وكانت دايما التقارير بتاعته بتطلع مش كويسة خالص. لكن زميله اللي كان في المكتب اللي جنبه دايما تقاريره كانت بتطلع كويسة جدا. فالشخص ده بدل ما يوجه طاقته ناحية ان هو يفهم ذاته، وجهها ناحية الطرف التاني، فبدأ ان هو يطلع عنده مشاعر من الغيرة والحقد وعدم الرضا عن النفس، وكمان الشعور بالظلم. وبدأ ان هو يبص لزميله ده ويغير منه دايما. فهنا كانت المشكلة فين؟ ان الراجل ده ما بيبصش هو نقطة ضعفه ايه، هو بيبص بس ان الطرف التاني سابقه. فلما بدأ يعرف عن الوعي الذاتي، وبدأ ان هو يكتب مشاعره وافكاره، فبدأ يفهم ان هو عنده مشكلة في كتابة التقارير. وبدأ ان هو يروح كورس، ياخد كورسات في كتابة التقارير. وبعدها بدأ طبعا ان هو يحسن من نفسه،
ويكتب تقارير كويسة جدا. فده الفرق بين واحد قرر ان هو يعمل لنفسه وعي ذاتي ويبص على ايه الحاجات اللي عايزة تتصلح عنده ويبدأ ان هو يصلحها، وواحد ما عندوش وعي ذاتي بيبص بس على الحاجات بشكل سطحي، وبيبص على الصورة الخارجية للآخرين وما بيبصش على نفسه. فده أول موقف معانا. تاني موقف هحكيه لكم كان عن بنت كانت نفسها تشتغل شغلانة معينة، ولكن كل ما تجيلها فرصة للشغلانة دي كانت بترفضها. البنت دي كان عندها اكتئاب وكانت دايما حاسة ان هي مش كفاية. فلما بدأت تروح لمعالج نفسي وعشان تتعالج من الاكتئاب، وبدأت تعرف ان هي عندها جوه افكار بانها مش كفاية، ابتدت تفهم حاجة غريبة جدا، ان هي لما كان بيجيلها الوظيفة اللي هي بتحلم بيها كانت قبلها كده بشوية بتبدأ تحس لا الوظيفة دي مش مناسبة ليا او مش هي دي اللي انا عايزاه، فتبدأ ان هي تسحب ملفها من الوظيفة وترفضها. فبعد كده اكتشفت ان احساسها بعدم الكفاية هو اللي كان ورا التصرف ده. يعني هي في اللاوعي بتاعها هي حاسة ان هي مش هتقدر على الوظيفة دي، فمخها اقنعها ان هي مش هتقدر ان هي تستمر فيها او ان الوظيفة مش مناسبة ليها، فبدأت ان هي تسيب الوظيفة وتمشي، بالرغم ان هي دي حاجة هي اصلا عايزاها وبتحلم بيها. فعشان تعرفوا تأثير الوعي الذاتي مهم قد ايه، وازاي هو ممكن يغير حياتك وقراراتك ويخليك بدل ما انت انسان تبقى انسان تاني خالص، بيحسن من نفسك، بيعرف ايه هي نقط الضعف بتاعتك وبيخليك ان انت تحسنها. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وساعدكم في ان انتوا تعرفوا نفسكم، وان شاء الله انا هكمل في سلسلة فيديوهات خاصة بعلم النفس وخاصة بالوعي الذاتي. اذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وكمان سبسكرايب للقناة وتدعموني، ولو عندكم كمان اصحاب مهتمين بعلم النفس او الوعي الذاتي ياريت تبعتوا لهم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.